تهم ثقيلة بسوء التسيير يواجهها رئيس بلدية القبة زهير بوسنينة من قبل العدالة. ملفات فساد حركت مصالح ولاية العاصمة التي قررت أخيرا توقيف هذا المنتخب المنتمي إلى حزب العمال عن مهامه إلى حين ثبوت براءته. العدالة ما فصلتش، ما كانش قرار تاع العدالة. لماذا يعني اتخاذها هذا قرار وتوقيفه والتشهير؟ مانيش نقول احنا عندنا غير الملائكة، ينجم يغلط. الشارع القبي لم يتفاجأ للقرار ولم يبدي أي تضامن مع المير، بل ذهب أبعد من ذلك عندما طالب بتوسيع التحقيقات إلى منتخبين حاليين وسابقين يعتقدون بأنهم عاتوا فسادا ببلديتهم. 4 سنين والدولة على بالها باللي هذا شغل ماهوش يخدم رجله ورامينا الطريق ودرنا لي دوموند وشكينا، وماشي غير احنا نطلب من السلطات دير تحقيق على الحوان، دير التحقيق على المارشي. بلدية القبة معروفة متطورة اخو، شو الباب تاعها وراي عمرها في شوف شحال من المير اللي جا الباب غلقوا على جال الشعب، الناس تطلب حقها. ما يحدث في بلدية القبة بقلب العاصمة في آخر هذه العهدة الانتخابية قد يكون الشجرة التي تغطي غابة فضائح تسيير الجماعات المحلية، وقد تعصف بمصداقية أحزاب طالما اتهمت غيرها بالفساد، لكن محك التسيير سرعان ما أسقط بريق شعاراتها.